اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيديو النهاردة فيديو جميل ومفيد لكل ست بيت وكل حد بيدور لإزالة بقع الزيت من على الملابس. شايفين؟ اللايت ده اختراع، طلع اختراع بجد. لو عندك ملابس فيها زيت فيها أي حاجة بيشيلهولك، بجد تحفة. أنا معايا طرحة هنا أنا كنت حرميها. شايفين البقع؟ ده بقع الزيت اللي انت شايفينها قدامكم في الطرحة. ده ازازة الزيت وانا بفتح الدولاب كانت مفتوحة ووقعت على الطرحة وانا لابساها. بجد اللايت ده اختراع اختراع بجد. شايفين البقع؟ الطرحة دي كانت هتترمي، دي كلها بقع زيت. عندك حبر، عندك بقع دم، اي بقع بيشيلهولك. وجربيها وان شاء الله تستفادي من الفيديو. بس اهم حاجة تشيروا الفيديو عشان يوصل لعدد من الناس عشان الكل يستفاد منه. بجد هو ما طلعش للسيراميك والبوتاجاز والارضيات، لا هو كمان طلع للملابس. لو عندك بقع في السجاد، بقع في الانتريه، بقع في الستاير، بقع في المراتب، بترش منه رشتين كده وتسيبي دقيقتين وبتشطفيها كده بفوطة وبترجع زي الاول واحسن كمان. بجد اختراع. ده متعدد الاستخدام. انا جربته والحمد لله، انتوا هتشوفوا النتيجة قدامكم وبعينيكم. انا جبت الطرحة هنا وهبتدي كده اخد من اللايت ده على الطرحة زي ما انت شايفة كده. عندك بقع حبر، عندك اي حاجة بشيلها لك. انا بعد ما عملت فيديو بقع الحبر من على الملابس الجينز طلب مني فيديو ان اعمله للزيت اللي على الملابس، يعني حاجة تشيل الزيوت. طبعا عشان كلكم ستات بيوت وغصب عننا ممكن تيجي بقعة زيت، بقعة صلصة، بقعة شاي، قهوة، فبتمسك في الملابس. فطلب مني الفيديو ده فانا حبيت اعمله لكم كده النهارده وان شاء الله كلكم تستفادوا منه. انا بمسك كده في كل بقعة كده برش عليها كده زي ما انت شايفة. ما شاء الله حاجة كده تحفة بجد. من غير ما تشوفي خلطات وتشوفي وصفات. ده كده بيطلع لك اي بقعة كده في الهدوم. الحاجة اللي انت كنت هترميها ان شاء الله مش هترميها بعد كده. شايفين البقعة الكبيرة دي اللي في اخر الطرحة؟ انا مقربه لكم بس الكاميرا عشان تشوفوا كده كويس. طبعا انا ما قطعتش حاجة من الفيديو عشان تشوفوه كامل. يعني الطرحة ده انا كنت هرميها خلاص. بعد ما رشيتها كده باللايت. هجيب كيسة كده واحط فيها الطرحة. طبعا هتسيبيها حوالي 5 دقايق، ما تطوليش عليها عشان طبعا انتوا عارفين ان الحاجات دي برضو لما بتطولوا عليها عشان خاطر ما تشيلش منك اللون. احنا عايزين بس نشيل البقع ما نشيلش اللون. ما تطوليش، 5 دقايق 4 دقايق بالكتير وبتمسكيها بقى تشيليها من الكيس. بس انا حطيتها كده عشان اللايت ده يتفاعل مع البقع عشان يطلع بسرعة.
طبعا بعد ما سبتها المدة اللي انا قلت لكم عليها، هاخدها كده تحت الحنفية بالصابونة، مش بالمسحوق، بالصابونة، لان الصابونة بتشيل كمان اي بقعة. انا خدتها هنا كده في الحوض وبالصابونة. عندك عباية، عندك بلوزة، عندك اي حاجة اعمليها بنفس الطريقة، وان شاء الله ترجع الحاجة جديدة زي الاول. انا خدتها كده بالصابونة حتة حتة كده على البقع. مفيش اسهل من كده. اهم حاجة لو عجبك الفيديو ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس وتشيروا الفيديو عشان الكل يستفاد بإذن الله. هو في سعره مش غالي لايت، هو حوالي ب50 جنيه، بس يستاهل فعلا ان هو يبقى اغلى من كده كمان. بعد كده ما غسلتها انا هاخدها في التنشيف كده في الغسالة عشان تشوفوها بإذن الله. كده انا بعد ما حطيتها في التنشيف شايفين، بسم الله ما شاء الله، ما فيش ولا بقعة في الطرحة. شايفين الطرحة قدامكم كده زي ما انتوا شايفينها، ما فيهاش ولا بقعة. الطرحة رجعت جديدة زي الأول، بسم الله ما شاء الله. زي ما قلت لك تعمليها في عباية، تعمليها في أي حاجة فيها بقعة زيت مش هترميها بإذن الله، وإن شاء الله تستفادي من الفيديو. ادي الطرحة قدامكم اهيت، انتوا شفتوا الفرق في الأول وشايفين الفرق دلوقتي. ده بتجيبي من عند بتاع المنظفات، زي ما قلت لك سعره مش غالي بس يستاهل، ان هو يعني عمل القوة اللي انتوا شايفينها دي. طبعا انت لو عندك برضو هنجربه تاني في البوتاجاز في السيراميك، هنجربه تاني في حاجة المطبخ. عندك سجاد، عندك انتريه، عندك بوع، في اي حاجة بشيلها لك بسم الله ما شاء الله. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم النهاردة. جربيه وان شاء الله ما ترميش اي حاجة، والحاجة ترجع جديدة زي الاول بإذن الله واحسن. مع السلامة.